السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة أويس. نتمنىكم تكونوا في أفضل الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غيكون وجبة للغدا أو للعشاء كتجي لذيذة بزاف وما كتاخدش بزاف ديال الوقت باش كتوجد معنا. بقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. بالنسبه لاول حاجه غنبداو بها هي الدجاج. غناخذوا الدجاج فخيضات ديال الدجاج، من الافضل يكونوا فخيضات يكونوا صغار. غنحتاجوا كاس ديال الحليب، جوج بيضات، معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال السكينجبير. هنا عندنا فص ديال الثوم محكوك وعندنا نص معلقه ديال البزار. هنا عندنا الملح كتبقى على حسب الذوق، وعندنا 3 معالق كبار ديال المايزينا. بالنسبه للدقيق عندنا 3 ديال الكيسان. وبالنسبه للحليب غنضيفو في الاخير، غنزيدو الحليب، يعني ما غاديش يكفانا لهاد الكاس ديال الحليب. بالنسبه للدقيق فغادي نضيفو ليه هاد التوابل اللي كتشوفوا معنا في الصوره في الفيديو. غنضيفوهم كلهم من غير الثومه والبيض اللي ما غاديش نضيفوهم والحليب. هنا كنخلط الدقيق الابيض مع التوابل بهذا الشكل هذا حتى كينسجموا لينا مزيان. من بعد غنجيب اناء وغنقسم فيه هاد الخليط ديال الدقيق بهذا الشكل هذا. كنقسموه من النصف كنخليوه حتى الاخر عاد كنستعملوه، والنصف كنقدو فيه الدجاج بهذا الشكل هذا. كنخلطوا البيض مع الدقيق والثومه والحليب. هنايا كاس ديال الحليب ما غاديش يكفاني، داكشي علاش غنزيد الحليب. كيف ما شفتوا تقريبا كاس ونص ديال الحليب اللي غيكفاونا. كنخلطو مزيان بهذا الشكل هذا حتى ما كيبقاوش لينا هذوك الحبيبات ديال الفرص مجموعين. صافي كيكون الخليط بهذا الشكل هذا. من بعد كنديروا فيه الفخيضات ديال الدجاج بهذا الشكل هذا. من الافضل الفخيضات كيف ما شفتوا كنقطعوهم بهذا الشكل هذا، كنحاولوا اننا نشرحوهم. صافي وكنضيفوا الدجاج لهذا الخليط، كنحاولوا اننا نرقدوه مزيان بهذه الطريقه هذه. ومن الافضل كتخليوه ليله كامله اولا 3 ديال السوايع هو كيترقد. هنا بالنسبه للسلطه عندنا لسان ديال الطير مسلوقين مع خيزو اللي قطعته قطع صغيره حتى هو وسلقته. هنايا عندنا 3 معالق ديال المايونيز، وغنضيفوا ليهم 2 معالق كبار عامرين ديال الجبن، اي جبن كتفضلوا استعملوه. عندنا الخس مقطع قطع صغيره طون، والفلفله الحمراء حتى هي قطعتها قطع صغيره بزاف. هنايا كنخلطوا المايونيز مع الجبن بهذه الطريقه هذه. صراحه الجبن كيعطي واحد المذاق زوين لهاد السلطه. صافي من بعد كناخدو القياس اللي غادي يجمع لينا السلطه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا غنضيفوا المكونات اللي بقاو لينا. الخس غنضيفوا الطون وغنضيفوا الفلفله، وكنخلطوا هاد المكونات كلهم مزيان مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. هنايا نسيت نضيف شويه ديال البزار. صافي هنا من بعد ما كنخلطوا السلطه ديالنا بهذا الشكل هذا غندخلوها الثلاجه وندوزو باش نوجدوا الدجاج. هنايا من بعد ما خلينا الدجاج تقريبا ليله كامله اولا 3 سوايع، يعني على حسب الوقت اللي عندكم، كنديروه في الدقيق بهذا الشكل هذا. يعني النصف ديال الدقيق اللي خلينا كنفندو فيه هاد الفخيضات بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا اننا كنضربوه شويه مع الاناء بهذه الطريقه هذه باش كيتحيد منه هذاك الدقيق اللي زايد. صافي كيف ما شفتوا فالشكل ديال الفخيضات كيكون بهذا الشكل هذا. صافي كنستمروا حتى كنكملوا الكميه ديال الفخيضات اللي عندنا كلها بنفس الطريقه. وفي هذا الاثناء كنكونوا دايرين الزيت سخن، كنكونوا بطبيعه الحال ناقصين عليها البوطه، كتكون يعني العافيه كتكون مهيله. وصافي كنديروا هذوك الفخيضات على نار اللي تكون مهيله باش كيطيبوا لينا من برا ومن الداخل. صافي كنبقاو مره كنقلبوهم باش كياخذوا لنا واحد اللوين اللي زوين محمر وزوين.
هنايا كيف ما كتشوفوا معايا فالفخيضات يعني طابوا تحمروا، غادي نحيدهم. يعني خداو واحد اللون اللي زوين بزاف. صافي انا غادا نحيدهم ونستمر نكمل حتى كنطيب الكميه اللي عندي كلها ديال الدجاج. وهنايا غندوزو نوجدو البطاطا اللي كطيب في الفران، كتجي مقرمشه وبنينه بزاف، واهم حاجه انها صحيه. هنا خديت البطاطا قطعتها قطع صغيره، سلقتها نصف سلقه وضفت ليها شويه ديال التحميره، شويه البزار وشويه الملحه، وكنضيف 2 معالق كبار ديال لا شابلور، ومن بعد كنضيف الزيت، يعني غير شويه ديال الزيت ماشي بزاف، وكنخلطهم مزيان حتى كيتخلط لينا كل شيء بهذه الطريقه هذه. هنا الفران كيكون سخون، كنخلطوا البطاطا مزيان ومن بعد كنديروها في لاطه ديال الفران بهذه الطريقه هذه. الا كان عندكم ورق الطهي ديروه من الافضل، انا ما كانش عندي. دهنت اللاطه بشويه ديال الزيت وغنسرح البطاطا كيف ما غادي نشوفوا في الفيديو. ضروري كتسرحوها مزيان باش كتحمر بسرعه بهذه الطريقه هذه. صافي كندخلوها الفران اللي مشعول من الفوق ومن التحت حتى كتحمر وكتقرمش وكنخرجوها. هنا غندوزو باش نوجدو الطبق ديالنا. كناخدو اطار دائري اولا اي اطار عندكم كتفضلوه، كنديرو فيه السلطه بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نضغطوا عليها مزيان باش كتاخد لينا الشكل ديال الاطار بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد كنحيدو هذا الاطار وكندير الخص في الجناب ديال الطبسيل بهذه الطريقه هذه. البطاطا من بعد ما كتحمر كتجي بهذا الشكل هذا، والدجاج ديالنا حتى هو كيجي لذيذ بزاف ومحمر ومقرمش. صافي كنديروا شويه ديال البطاطا وكنحطوا الدجاج ديالنا بهذه الطريقه هذه. يعني كنديروا شويه البطاطا الدجاج البطاطا عاوتاني والدجاج، كيجي شكل اللي زوين بزاف. صافي كنستمروا حتى كنكملوا الطبق ديالنا. صافي هنا غنزين السلطه من الفوق بالخص وريضه ديال قشره ديال المطيشه باش كنفيقوا الطبق بهذه الطريقه هذه. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. السلام عليكم وخليتكم على خير.